بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي في بدايه الفيديو. اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وفعل الجرس. صلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا. تعالوا مع بعض نتكلم على مباراه مصر وجنوب افريقيا. منتخب فاز على جنوب افريقيا 1-0 رسميا. المنتخب صعد لدور ال 16. مباراه جميله جدا، مباراه قويه. منتخب قوي جنوب افريقيا، مش المنتخب السهل، بس لاعيبه منتخب مصر لاعيبه رجاله واداء رجولي جدا من لاعيبه منتخب مصر. مباراه بمعنى اصح كان بطلها محمد الشناوي. محمد الشناوي امبارح عمل مباراه ولا اروع، مباراه قويه، مباراه فكرتنا بمباريات كاس العالم وحاجه كويسه جدا من محمد الشناوي. الناس اللي كانت بتطلع وتنتقد محمد الشناوي، محمد الشناوي رد عليه في الملعب، والصحفي اللي طلع ويتريق على محمد الشناوي وعايزين الحارس اللي هو ايده مقطوعه او الحارس. الشناوي رد في الملعب. هو ده الشناوي اللي احنا مستنيينه، او اللعيبه اللي احنا مستنيينها، اللي هي ما تردش على الناس او ما تردش على المنتقدين غير في الملعب. كلنا شفنا المباراه امبارح حاجه كويسه جدا من لاعيبه منتخب مصر والاداء الرجولي. نبدا بس بالتشكيله اللي بداها الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن بدا في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ربيعه، محمد حمدي، مروان عطيه، حمدي فتحي، زيزو، صلاح، تريزيجيه، مين، عمر مرموش. دي اللي هي التشكيله اللي بدا بيها الكابتن حسام حسن. كان اداء امبارح رجولي جدا من لاعيبه المنتخب الوطني. قدرنا ان احنا امبارح ناخد الثلاث نقاط بعد فوز المنتخب على جنوب افريقيا، حاجه كويسه جدا. مش هقول ان ما كانش فيه اخطاء، لا كان فيه اخطاء فعلا من لاعيبه منتخب مصر، ويا ريت نعدل الاخطاء دي في المباراه اللي جايه. ايه هي الاخطاء وايه هي الايجابيات اللي عملها؟ الايجابيات اللي عملوها منتخب مصر امبارح اللي كان فيه توازن وكان فيه تفاعل بين حمدي فتحي ومروان عطيه. طبعا الماتش اللي فات كانوا ما كانش كويسين وكان اداء سيء جدا من حمدي فتحي ومروان عطيه، بس المباراه دي عملوا اداء رجولي على الرغم ان كان فيه كام غلطه كده من حمدي فتحي، وهنتكلم على الغلطات اللي عملوها. بس نقول الايجابيات الاول. انا نفسي افهم ايه الفكره ان انت مثلا تلعب باثنين في وسط الملعب على الرغم ان المباراه قويه. المفروض اصلا ما كانش يبقى اثنين، انت لازم تكون تهاجم من البدايه. لعبنا شوط اول، شوط جميل جدا، شوط قوي جدا اللي عند المنتخب بعد طرد محمد هاني. طرد الصراحه انا من وجهه نظري محمد هاني يستحق الانذار الثاني. بس بالنسبه للانذار الاولاني، هو ما راحش هجمه مرتده عشان ياخد فيها انذار، بس الانذار الثاني اللي خد فيه الطرد هو فعلا دايس على رجل اللاعب، وده لو الحكم رجع للفار كان هيبقى فيها طرد فعلا مباشر، مش هيبقى انذار تاني. محمد هاني يستحق الطرد. قدر الكابتن حسام حسن يقرا المباراه في اسرع وقت، قدر ان هو ينزل امام عاشور يلعب باك يمين. طب تغيير امام عاشور، انا من وجهه نظري امام عاشور نزل مكانه مش باك يمين. انت واخد كده كده معاك احمد عيد باك يمين، كان ممكن ينزل احمد عيد، ممكن ينزل بدل امام عاشور يلعب في المكان ده كويس ويلعبها مع نادي الزمالك محمد شحاته. محمد شحاته لما كان بيلعب يمين بيلعبها كويس جدا، يقدر ان نادي الزمالك برضه بيعتمد عليه. كان افضل من امام عاشور. امام عاشور لما كان باك اليمين يعني مكان تحس ان كان في خلخله كبيره جدا، وجنوب افريقيا استغل الحته دي وكان بيلعب الشوط الثاني كله من ناحيه الباك اليمين. بس احنا اللعيبه طلعت رجاله، اللعيبه طلعت قويه. كابتن حسام قدر يقرا المباراه. عشان الناس اللي بتطلع تنتقد الكابتن حسام، المدرب المصري يا جدعان ما ينفعش نستغنى عنه. هو مدرب وطني، هيقدر يخاف على منتخب مصر، هيقدر يخاف على اللعيبه، هيقدر يحمس اللعيبه احسن من ان انت تجيب مدرب اجنبي ويدرب منتخبه. لما كان موجود فروش وكان موجود المدربين اللي هي الاجانب، تحس ان ما كانش في حماس منهم زي حماس الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام بيتعصب كتير وينتشر كتير في الملعب، وتحس ان هو اصلا واقف على الخط كده متلخبط، بس عرف يقرا المباراه امبارح. وانت عندك شوط كامل 45 دقيقه بتلعب بايه؟ بتلعب بناقص عدد، وكمان يعني المباراه فضلت لحد الدقيقه 112، يعني انت بتتكلم 12 دقيقه زياده، حاجه غريبه جدا. او يعني الحكم امبارح كان متعاطف جدا مع جنوب افريقيا، عايز يسجلوا هدف. بس اللي عجبني في الحكم امبارح كوره ياسر ابراهيم. بالنسبه لكوره ياسر ابراهيم، ناس كثيره قالت لا ده هي فعلا ضربه جزاء. القانون الجديد قال لو الكوره اللاعب ايده ثابته في الارض، لو الكوره جت في ايده مش هندس او مش لمسه يد زي ما الناس قالت، او في ناس بتقول لك لا المفروض كان حسبها لمسه يد، لا هي ما اتحسبتش لمسه يد عشان ياسر ابراهيم ايده ثابته في الارض.
وده اللي عمله الحكم امبارح وطبق اللائحه امبارح، وكان فعلا مش لمسه يد على ياسر ابراهيم، ما تستحقش ان هي تبقى لمسه يد، لان ده التعديل الجديد في قانون الكوره. نيجي بقى لحاجه ان انا من وجهه نظري كان المفروض خرج، ما كانش خرج مرموش بالنسبه لمحمد صلاح. محمد صلاح جاب لك ضربه جزاء، بس ايه الاداء اللي عمله محمد صلاح؟ ايه الكرات المؤثره اللي عملها محمد صلاح في المباراه ده؟ في ناس كتير هتطلع تنتقدني وتقول لي انت ازاي تتكلم عن كده عن محمد صلاح؟ ماشي، محمد صلاح لما يكون في الملعب ويبقى يوقف معاه لاعبين ثلاثه مفيش مشكله، بس انا عايز حد يقدر يضغط على الكوره، يقدر يوصل لي بالكوره للمهاجم. عمر مرموش من اللعيبه اللي هي بتضغط وبيقدر يتحمس، وكذا فاول امبارح، وكان اللعيبه جنوب افريقيا تضغط على عمر مرموش بطريقه غبيه جدا، وكان ممكن يبقى في طرد امبارح للاعب جنوب افريقيا، بس تحس ان الحكم تراضى معاه، الحكم مش عايز يديله طرد، ما تعرفش اللي هي الكوره كانت قدام المنطقه. بس انا من وجهه نظري خروج عمر مرموش كان فضل عمر مرموش وخروج محمد صلاح. ايه الفكره؟ ان المدربين في مصر بيخافوا من محمد صلاح، ليه؟ لاعب وحش ما يخرج، ايه المشكله؟ هيبقى في افضل منه، ده منتخب مصر بعيدا عن الانديه، تقدر ان انت تتقبل، تقدر ان انت تستفاد بلاعب. يعني احنا امبارح بعد خروج محمد هاني، محمد هاني بعد الطرد احنا كنا بنلعب 10، احنا كنا بنلعب 9، لان محمد صلاح ما كانش مؤثر جدا في المباراه امبارح. ده وجهه نظر، كل واحد له وجهه نظر ويقدر يتكلم فيها، حاجه مش كويسه. نيجي لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم امبارح في كام خطا، وكان لاعب رجولي جدا، لاعب برجوله جدا زي ما متعودين على ياسر، بس عمل اخطاء جدا. يعني كان بيحاول ان هو يتلافى الاخطاء دي، او يحاول يغطي عليه في الاخطاء رامي ربيعه. عشان كده لما بنتكلم بنقول رامي ربيعه وياسر ابراهيم يلعبوا اثنين فاهمين لعب بعض، الاثنين عارفين لو لاعب اخطا اللاعب الثاني يقدر ان هو يقف وراه ويسد وراه الاخطاء دي. فده الحاجه الكويسه اللي عملها الكابتن حسام حسن، ان هو لعب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه الاثنين مع بعض في المباراه دي. مباراه قويه من المنتخب الوطني، حاجه كويسه جدا، بالتوفيق للمنتخب الوطني في الادوار القادمه. نفسي المنتخب يلعب برجوله كده على طول، ما نفضلش على اعصابنا لاخر المباراه لحد الحكم اللي يصفر. الكابتن حسام انا كان نفسي تبدا بكره هجوميه الشوط الثاني، ما تدافعش، لان انت جات عليك كام هجمه، حوالي اكثر من 12 جول كان ممكن يدخل لولا محمد الشناوي. يعتبر رجل المباراه امبارح، وهو رجل المباراه امبارح، ويستاهل ياخدها رجل المباراه. الناس اللي كانت بتطلع تنتقد الشناوي وتقول لك شوبير يقف، لا، الخبرات في المباريات اللي زي هي اللي بتاثر. يعني خبره محمد الشناوي هي اللي اثبتت وجوده ان هو يبقى حارس منتخب مصر. ما ينفعش يبقى حارس زي محمد مصطفى شوبير، لسه يعتبر لاعب صاعد، لسه لاعب جاي في الفتره دي مع منتخب مصر، قعد الشناوي اللي ليه خبرات وهو يقف فيه. انا من وجهه نظري الشناوي يفضل في حراسه منتخب مصر، هياخد الثقه اكتر بعد المباراه دي. الناس كلها في ظهره، عمل اداء كويس جدا امبارح ورجل المباراه ويستاهل رجل المباراه. حاجه كويسه جدا من الكابتن حسام ومن لعيبه منتخب مصر، يا ريت نلعب برجوله. بالنسبه لتعويض محمد هاني في المباراه القادمه، كده كده انت عندك احمد عيد، ممكن محمد شحاته يلعب مكان محمد هاني، هتلاقي كذا بديل. انت كده اصلا صعدت رسميا لدور 16، ممكن تريح بقى عمر مرموش ومحمد صلاح اللي انت محتاجهم في المباراه القادمه. نيجي بقى لتقييم لعيبه منتخب مصر وتقييم الكابتن حسام حسن. من وجهه نظر محمد الشناوي 10 من 10، ورجل المباراه امبارح انقذ منتخب مصر من اكثر من هدف، وحاجه روعه من كابتن محمد الشناوي. محمد هاني ما كانش له دور مؤثر امبارح، ما كانش، كان الدنيا عنده ما كانش كويسه، كان اداؤه متوازي، يعني في يعني كركبه، مكركب، تحس ان هو اصلا متلخبط. محمد هاني من وجهه نظري اثنين، ياسر ابراهيم سبعه، بصراحه راجل كان بيلعب برجوله، رامي ربيعه سبعه، حاجه برضه كويسه من رامي ربيعه يقدروا الاثنين يقفلوا. محمد حمدي بصراحه تعب، يعني هو تعب امبارح وكان بيضغط على نفسه، وكان يعتبر الجندي المجهول في المباراه، ما حدش اتكلم عليه كتير، بس محمد حمدي امبارح كان كويس جدا، 8 بالنسبه لمحمد حمدي. مروان عطيه برضه كان كويس امبارح، كان في كان بيدخل التحامات قويه جدا، وده احنا مش محتاجينه، لان احنا محتاجينك في المباراه اللي جايه، لان انت عندك انذار، فمش عايزين ان انت تاخد ايقاف عشان خاطر محتاجينك في المباراه اللي جايه. بالنسبه لمروان عطيه بالنسبه لي سبعه، حمدي فتحي برضه امبارح كان عنده اخطاء بسيطه جدا سبعه، احمد السيد زيزو اربعه. زيزو امبارح تحس ان كان عنده حته خلخله بسيطه، ما اعرفش كان ماله. تريزيجيه اثنين ما ظهرش، يعني امبارح حتى الكوره اللي كان هو والجول او رايح انفراد كان بيلعبها بشكل خطي جدا، كان بيلعبها بطريقه وحشه جدا. محمد صلاح بالنسبه لي
محمد صلاح، يعني عشان الهدف أربعة. مش عايز أتكلم عن محمد صلاح لأن في ناس كتير هتطلع تنتقد. عمر مرموش ما كانش أداء مؤثر برضه معانا امبارح كتير جدا، وراح على المرمى كذا مرة. بس احنا عايزين اللاعب دوت يقدر إن هو يدخل وسط اللعيبة، يقدر يعدي مع عمر مرموش ستة. ده بالنسبة لتقييم لاعيبة مصر. بالنسبة للبدلاء، إمام عاشور في الشوط الثاني عمل أداء كويس، بس ما كان بيلعب في حتة مش حتته. بالنسبه لامام عاشور اربعه. محمد شحاته نزل فيه يعتبر في الدقيقه 75، هو مهند لاشين، كل واحد منهم اربعه. ده بالنسبه لتقييم لعيبه منتخب مصر. بالنسبه للتقييم بقى للكابتن حسام حسن، كابتن حسام اديله 7 من 10. اداء المباراه امبارح كان فيه شويه لخبطه فيه التغييرات، بس دي لازم نصحح في الحاجات دي في الفتره اللي جايه عشان نقدر ان احنا باذن الله نوصل للنهائي من بطوله افريقيا وناخد البطوله اللي غايبه عننا بقالها 15 سنه. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده. اهم حاجه اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك، صلي على النبي في الكومنتات، وادعي لاخواتنا وفعل الجرس والشير عشان الفيديو ينتشر لكل الناس. استنونا في اخبار جديده.